السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير كتير. الفيديو بتاعنا النهاردة خطير، أتمنى يعجبكم. بطلوا بقى تقلم الكبدة والسجق، هنعمله بطريقة رهيبة ما فيهاش كبدة. هنعمل القلب والكلاوي. يلا تعالوا معايا نسمي الله ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. معانا بقى كلاوي ومعانا كمان قلب. كل مرة بنسأل بناكل كبدة 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 وسجق، فنغير بقى ونعمل الكلاوي والقلب. بناكلهم في المحلات أو على عربيات بطريقة وهم، والريحة بتبقى جايبة لآخر الشارع. فقلت ياسو نجرب الطريقة الحلوة دي معاكم. هنمسك طبعا القلب، هنقطعه، وده طبعا يتغسل كويس ويترش عليه خل ودقيق يشيل منه أي زفارة. والكلاوي كمان تتنقع في مية وخل ودقيق وشوية زنجبيل أو فلفل أسود، هيشيل منه أي زفارة. والسجق يتشطف كده تحت الحنفية، بس بردك بيجي معاه عبارة عن حلويات المذبح. هم بيقولوا كده، بتعتبر دهون وهي مش دهون، حاجة مكملة. ماشي، هناخد بقى اللي معانا كل الكمية دي وهنعمل ايه؟ نقطع البلانشة كويس قوي بعد تقطيع القلب والكلاوي. القلب معانا يتقطع شرايح رفيعة زي الكلاوي بالظبط، علشان ما ياخدش وقت في السوا. يعني سكينة حلوة كده. والقلب حتى لو يكون مجمد في التلاجة وتطلعي تقطعيه شرايح هيبقى معاكي سهل. والقلب ماسك نفسه، مش زي الكبدة ما تعرفيش تقطعيها غير وهي مجمدة. لا، القلب ماسك نفسه، واللي يجربه بجد طعمه خطير. البصل بقى هنقطعه جوانح أو مكعبات صغيرة حسب ما تحبوا، حسب ما تطلع معاكي. أهم حاجة بصل كتير، زي ما الكبدة بتحب البصل الكتير كمان القلب بيحب البصل الكتير. هنقطع البصلة كده من النص، وبعد كده نقطعها شرايح. قرن فلفل حراق، ولو انتي كمان عايزاه بقى سبايسي زيادة قطعي قرن 2، حسب ما تحبي الأكل سبايسي معاكي. وكمان فلفل الرومي، عندك حمرا أصفر أخضر، كله بينفع في الأكل. أنا قطعت 2، واحدة حمرا وواحدة صفرا وواحدة خضرا. قطعت معايا كده يعني 2 كبار أو 3 متوسطين. الفلفل بيدي نكهة حلوة في القلب والسجق مع بعض. الطريقة اللي هعملها لكم النهاردة سريعة ومريحة، وكمان ما بتحتاجش دهون خالص. جينا بقى للتوم، ما تهرسوهوش، قطعي شرايح. الأكلة دي لما التوم بتقطع شرايح بيدي نكهة ويدي كمان ريحة وطعم. بتحبي بقى ريحة التوم لما بيتقطع كده بشرايح أحسن ما يتفرم أو يدق. الأكلة دي لازم تجهزي لها قبل ما تشتغلي فيها. تمام التمام. شايفين مسكة السكينة بعمل زي الشيفات الكبار، مش أنا شيف برضو؟ فلازم نقطع بقى التوم شرايح كده بالسكينة. الشاطرة بقى تعمل كل ده، بس أهم حاجة تقطعي بعد ما تقطعي القلب والكلاوي البلانشة تغسليها بمية وخل وملح. بعد كده تقطعي الخضار عليها. نحط المادة الدهنية في الصينية، وبعد كده ننزل ب3 معالق زيت، علشان المادة الدهنية اللي هي جاية مع السجق والقلب ما تسحش معانا وتعمل ريحة مش كويسة. تمام. بعد ما نحس إنها اتحمرت معانا شوية ونزلت كل الدهون اللي فيها، هنقطعها بالمقص، علشان السكينة مش بتعرف تقطع المواد الدهنية، فأسهل لك تقطعي بالمقص. ولازم تحطي الزيت، ننزل بالبصل وعليه رشة ملح يتبله. ويا سيدي لو عملتي كمان رشة فلفل أسود على البصل هتدي ريحة جميلة، جربيها وهتدعيلي. نخلي بقى البصل يتبل مع المادة الدهنية اللي هي حلويات المذبح. بعد كده هننزل برشة الملح اللي قلتلكوا عليها وشوية الفلفل، تخلي البصل يطلع معانا ريحة حلوة قوي. ننزل بقى بالثوم المفروم،
اللي متقطع حتت صغيرة بالسكينة، وأول ما تشمي الريحة الحلوة معاكي تقلبي وكل ده على نار هادية، مش عايزة لا البصل ولا التوم يتلسع معانا. أول ما تحسي بقى إن كل ده اتبل مع بعضه هننزل بالفلفل الحراق والفلفل الرومي مع بعضه كده يدي تشويحة. كل الخضار ده يتشوح مع بعضه، تشمي الريحة بقى كده والبصل يبدأ ينزل ميته. أهو الملح والفلفل بينزلوا كل مية البصل وكله بقى يمتزج مع بعضه. هنعمل ايه؟ نكون مجهزين بقى القلب معانا والكلاوي مغسولين متصفيين. بس كده نقلب بقى مع بعضه لغاية لما كله يغير لونه. أهم حاجة لا تحط مية ولا تحط زبدة ولا سمنة، كفاية الدهون اللي موجودة. وعلى فكرة الدهون دي مستحبة، يعني مش متصنعة. الدهون في القلب ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الدهون دي موجودة صحية. احنا ما حطيناش دهون كتير، يا دوبك اكتفينا بالدهون اللي موجودة في القلب. أول ما القلب والبصل بقى وبقية المكونات ياخدوا اللون الحلو ده، ننزل بقى بالسجق البلدي الخطير ده، نديه رشة ملح خفيفة، رشة فلفل، رشة كمون، بهار اللحمة، رشة زنجبيل، وأوعى ننسى القرفة، بصل بودر، توم بودر. كل الحاجات دي بيدي ريحة حلوة وطعم للأكل. ويا سيدي بقى على البابريكا المدخنة، جربتها بقى جميلة. نقلب كل ده مع بعضه لغاية لما السجق ياخد اللون بتاعه. أول ما ياخد اللون بتاعه مع القلب نغزغزه بالسكينة أو بالشوكة. المادة الدهنية اللي في السجق كلها هتنزل مع كمان دهون القلب والبصل، هيبدأ ينزل بقى كده مادة دهنية حلوة قوي. القلب والكلاوي والسجق هيبدأ يستوي معاهم. واوعي بقى تغطيه، الأكل ده عايز مكشوف على طول. أول ما تحسي بقى إن الأكل كله أخد بقى دخل في السوي وخلاص، بدأنا بقى ننزل بشرايح الطماطم المتقطعة مكعبات صغيرة، مرشوش عليها حبة كزبرة ناشفة صغيرين، وكمان رشة ليمون حلوة، ونديها رشة خل. وبس كده ونقول تا 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 تا، أكلنا خلص ببركة بسم الله. القلب استوى معانا والكلاوي كمان، والسجق محمرناهوش ولا قطعناه، عملناه بطريقة سهلة وسريعة وما خدناش وقت. هتحطيه بقى في سندوتشات عيش بلدي كايزر، تكليك ما يقولش لأ. بس الحاجات دي كلها أكلات سريعة. وكمان عملنا مع بعض سلطة الطحينة مع شوية بقدونس، وعملتها لكم قبل كده، معلقتين طحينة مع ربع كوباية مية سخنة، ملح، كمون، شطة، لو حابة تحطي توم، معلقة زبادي. تقلبي كل ده والمية مع بعض حبة بحبة، هتجمد معاكي وتخرز معاكي وهتبقى زي طحينة المطاعم بالظبط. بس أهم حاجة تعمليها بمية سخنة، مقاديرك مظبوطة، ما تزوديش المية قوي علشان ما تحسيش ان انتي اخدت مية اكتر من الطحينة وتطلع معاكي صيصة. بعد ما تخلصي الاكلة الحلوة دي، عصرة ليمونة وكمان شوية رشة بقدونس مع كزبرة خضرة، ولو عايزة تعملي معاها تومية اعملي، ما تقولش لأ. أتمنى ما تنسونيش في اللايك والشير وكمان التعليق الحلو منكم، وتقولوا لأصحابكم عليا. وبشكركم على التعليقات الحلوة اللي وصلتني، وكمان عمايل ايديكم الحلوة اللي بشوفها على البيج. بشكركم من كل قلبي، ويا ريت ما تنسوش المتابعة على البيج بيومك أحلى مع سو، وكمان على الانستا، واوعى تنسي التيك توك وكمان كواي. أتمنى لكم يوما سعيدا خاليا من المتاعب، يا رب تكونوا بخير وتجربوا الأكلات بتاعتي وتقولوا رأيكم. دمتم في رعاية الله وفضله، مع السلامة، إلى اللقاء.